في ركلات الترجيح. اخر مشوار كان ناجح امام كانون ياوندي سيمي فاينال العام الماضي في دوري الابطال، وتاهل النادي الاهلي للنهائي وفاز باللقب. وادي عبد الله ويحط الهدف الاول. بقول لحضراتكم مميز دايما في ركلات الترجيح، ودايما بيبدا ودايما بيكون موفق، وان شاء الله دايما يكون النادي الاهلي موفق في هذه الركلات. زي ما قلت لكم 84 كانون ياوندي النادي الاهلي فاز 84، 88 وفاق سطيف النادي الاهلي خسر ركلات الترجيح، 90 الترجي في دور الثمانيه خسر، 91 فيلا الاوغندي خسر، ثم 2005 بطوله السوبر الافريقي الجيش الملكي كسب، 2006 النجم الساحلي السوبر الافريقي كسب، 2013 كانون ياوندي سيمي فاينال كسب. يعني اخر 3 مرات ركلات الترجيح النادي الاهلي كسب بيها، وبالفعل النادي الاهلي فسجل اول ركله. هنشوف دي كده عوده تاريخيه، ونادر هروب المدافع ويحطها، حطها زي بانينكا لاعب تشيك في ركله الترجيح اللي اعتبرت احلى ركله ترجيح اتعملت في التاريخ في لقاء المانيا الغربيه، لان كانت لسه المانيا الغربيه وقتها. اهي نفس كوره بانينكا تشيكي. بصوا اهو حضراتكم، حطها عاليه وفي نص الجول زي بتاعت بالظبط بانينكا تشيكي في مرمى المانيا الغربيه في نهائي اليورو، نهائي بطوله اوروبا 76، البطوله اللي فاز بيها المنتخب التشيكي بركلات الترجيح. بانينكا جاب جول زي ده، ونفس الجول الكره ديت او قريب منها قوي عملها زيدان في مونديال 2006 في لقاء. وادي جدو ويحط جدو الهدف الثاني، جدو يحط الهدف الثاني، يبقى النادي الاهلي مسجل هدفين. انما الحقيقه صعب قوي ان انا اشوف لعيب افريقي كده من فرقه زي يانج افريكانز يلعب الكره اللي عملها هروب دي. وادي حط جدو الاثنين الكورتين في الزاويه اليمين. على الله ما يكونش الجول خد باله ان الكورتين اهو في الناحيه اليمين. على فكره اغلب لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا متخصصين تاريخيا في ركلات الترجيح بيلعبوا الكره في الناحيه اليمين، واخرهم ابو تريكه كان يعني 80% من ركلات الترجيح اللي لعبها في اليمين، و20% فقط في الزاويه الشمال. هنشوف رقم 7 ديديه هارونا حطها في الشمال، هارونا ويجيب 2-2. موقف صعب جدا. ركلات الترجيح زي ما قلت لكم دايما بتعتمد اكتر على الفريق اللي موفق فيها. اخر مره النادي الاهلي اضطر انه يلعب 8 ركلات عشان يفوز 7-6 على كانون. 2-2 من ركلتين لكل فريق. محمود تريزيجيه، يلا يا تريزيجيه ويحطها حلوه برضه في نفس الزاويه. وعلى فكره الثلاثه الجول راح الناحيه الثانيه. وادي الحركه بتاعت شهاب اما جاب الجول الثالث في الاتحاد الليبي في لقاء دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا 2010. ادي الكوره بتاعت تريزيجيه يحطها على اليمين. كل 3 كور جم في الزاويه اليمين، لكن يجي يمين يجي بشمال في النص، المهم ان الكره تيجي جول. احلى ضربه ترجيح الحقيقه عملها المدافع نادر هروب، هي بشكل رائع جدا لم اراه الا من بانينكا تشيكي وزيدان الفرنسي نهائي مونديال 2006. هنشوف ايمانويل اوتي، يا اكرامي كان هيطلعها اكرامي، يا اوتي يحط كوره. يعني اكرامي لو بس مد ايده 2 سم كان جابها. اهو بصوا حضراتكم اهو ايده اهي معاه، لو من ورا الجول هتشوفوها اهي انما حط ايده معاها. انما الكوره قويه الحقيقه، يعني هي صعبه جدا، عايزه حارس مرمى يعني من عينه كده ياشين. اوتي يسجل 3-3 من 3 ركلات ترجيح. سيد معوض، الله ابو السيد جايب جول والنهارده متألق. ابو السيد ومش ممكن، يا سيد معوض يحطها في الشمال ويطير عليها الحارس وهو رايح لكل زوايا. شوفوا لسه كنا الاستوديو بيقولوا شريف اكرامي عمل في ماتش كوتون راح في كلهم في نفس الزاويه، انما الراجل ده الظاهر قال لك انا اترمي كل مره في نفس الزاويه. ديدا مونيتش وانقذ اول واحده بنا يستر. موقف صعب
اوسكار جوشوا ان شاء الله اوسكار ده يضيعها. اوسكار وفي العارضه، بقول لكم ان شاء الله يضيعها، بقول لكم حاسس بيه لان هو بره الفورمه خالص في الملعب، يعني ما شفتوش في الملعب خلال ال 90 دقيقه اكتر من مرتين ثلاثه الباك الشمال اوسكار جوشوا، وحاسس كده انه كان هيضيعها. حطها فعلا بتيجي في القايم وتطلع. يا ده جت في اكرامي، يا سلام يا اكرامي. يبقى اكرامي هو، بص اكرامي طلعها الاول وصدت من العارضه. يا ولد يا اكرامي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا اكرامي، يا سلام. رجعنا تاني للملعب. 3-3 من 4 ركلات لكل فريق. الركله الاخيره عاشور، يا عاشور يا راجل، يا راجل يا عاشور. مش ممكن النهارده لسه بقول يا راجل ده انت النهارده المباراه ال100 وعيد ميلادك، يعني احتفل معانا بالعيد ميلاد. لازم كده اكرامي الدور عليه. انما الكرة وحشه الحقيقه، يعني محطوطه اهي في نص الجول، يعني مش متطرفه في زاويه. عاشور ما شفناهوش بيشوط ركلات ترجيح، يعني ما شفناهوش صراحه. مش عارف، يعني كان يبقى في الركلات التاليه. 3-3 والركله الخامسه والاخيره. يا اكرامي يصد ونطلع لعبه بلعبه بعد كده، يا تعض جماهير الاهلي اصابع الندم، هي اكتر من سيندم. وادي يطلعها بره. الحمد لله. يا طلعها بره. سعيد بهروزي يطلع بره. يا لسه 3-3. ضيع الكوره وضيع فرصه تاهل فريقه. ركله بركله الان، ركله بركله. شاطها هي وطلعت بره. يا خلعت قلب لاعب النادي الاهلي معاها وهي طالعه. زي ما بقول لكم كل الاحوال مهمه النادي الاهلي كانت صعبه، وان شاء الله تكتمل على خير. والان محمد نجيب، يلا يا نجيب، محمد نجيب، ويحطها حلوه. مش ملاحظين الاهداف بتاعت النادي الاهلي اللي جت كلها هي الكرات اللي جت في الزاويه اليمين؟ كل الاربعه بتوع النادي الاهلي اللي جم، بتاعت عبد الله السعيد وجده وتريزيجيه ونجيب، كلهم في الزاويه اليمين. الحمد لله. الحارس راخر كل مره، ما فيش غير مره واحده راح ناحيه الزاويه اليمين دي طلع فيها كوره عاشور. الحمد لله ان هو بيروح ناحيه الشمال كل مره. انما يلا بقى يا اكرامي، جاء عليك الدور تبقى نجم النجوم النهارده. لو تطلع اللي جايه دي، مين اللي هيشوط؟ اللاعب رقم 6 تويتي. يلا يا تويتي، شكلك انت اللي هتريحنا. تويتي وتردد وطلع اكرامي. ويفوز النادي الاهلي. يفوز النادي الاهلي. يا سلام، يفوز النادي الاهلي بركلات الترجيح 4-3. يا سلام. كلا الفريقين سجل اول 3 ركلات، ثم فشل النادي الاهلي مرتين، وسجل محمد نجيب في المره الثالثه عشان يجيب النادي الاهلي هدفه الرابع. ولكن اما جاء الدور على فريق يانج افريكانز ضيعوا الضربه الثالثه على التوالي. يعني تخيلوا فريق يانج